السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل احلى سندوتشات كده لجوع اخر الليل. الناس السهرانة دي في برد الشتاء ده، يعني اكيد انتوا عارفين ان الجوع بيعمل فينا ايه. هنعمل سندوتشات على السريع. عندي هنا بيضتين اتنين، هربهم كويس جدا. حاجة كده على السريع ومش هتاخد وقت. ربع معلقة كده من الملح، على حبة فلفل اسود، ونرجع نضرب من تاني. وعندي هنا طماطمتين قطع صغيرة وقرن فلفل شطة، نحطه عليه كده ونقلبهم كويس. تمام كده. ودي بطاطس محمرة، وعندي شريحتين كده باقيين من العشاء لانشون، قطعناهم قطع صغيرة، وشرايح زيتون. ممكن تستغنوا عن الزيتون عادي جدا. بصوا بقى هنعمل ايه. دي طاسة تيفال، تمام. فيها معلقة صغيرة جدا من السمنة، حاجة بسيطة خالص جدا، تمام. هنسيبها تسيح. شايفين السمنة ساحت وسخنت. هاخد منها البيض والطماطم والفلفل حبة كده، تمام. مش هحطهم كلهم عشان ايه، انا هعمل كذا سندوتش. اول ما البيض يستوي هاخد رشه كده من اللانشون على الوش كده، احنا مش بنقلبها، احنا بنسيبها قرصه كده زي ما هي، تمام. كام واحده زيتون كده، والبطاطس. كده زي ما انتوا شايفين. نوزع عليها البطاطس كويس. وعندي هنا بقى ده رغيف كريب، تمام. انا بعمله بحطه ايه في الفريزر. نحطه كده، نحطه عليه كده. هنعمل ايه، نجيب طبق كده ونقلبها. شايفين كده، ونروح نازلين بيه تاني. هو بس ايه، عايز شوكة. انا شايفين شكله بقى ايه لما خد الصدمة الاولانية على الجنب الاولاني. شايفين شكل السندوتش بعد ما عملناه، يعني تحفة بصراحة. ياخد رشة مايونيز كده. وده كاتشب انا عاملاه في البيت، يعني ما عنديش كاتشب فانا عملته في البيت، بس مش عايزه اقول لكم طعمه عامل ازاي، ما فرقش خالص عن الجاهز. انا عايزه ايه اوريهولكم.
بصوا سندوتش بصراحة يوكم بصراحة في الصميم. بصوا سخن، بس هو سخن جدا، مش عارفة امسكه ازاي بصراحة. ايه رأيكم؟ بس كأنك عاملة بيتزاية او سندوتش كريب في البيت، زي الكريبات اللي بره، بس ده بتاع جوع اخر الليل بقى، اللي هو هناكل من عشان نسد جوعنا، هنتوكم مش هناكل بس. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها وتقولوا رأيكم ايه. ما تنسوش اللايك. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.